عارف إحساس لما تحس إن روحك اتكسرت؟ كأنها بالظبط كده زي حتة فخارة وقعت واتشتشت وبقت 100 حتة. يمكن في الوقت ده تحس إنك خلاص بقيت عبارة عن حتت ملهاش لازمة، أو خلاص كده الحدوتة انتهت. لأننا في أوقات كتير بنبقى فاكرين إننا لازم نروح لربنا بس وإحنا كاملين وكويسين علشان يقبلنا، وإننا لو رحنا بضعفنا ده ربنا مش هيقبلنا. لكن الحقيقة اللي لازم نعرفها إن ربنا زي الفخار الشاطر، مش بيدور على الحاجات المثالية والكويسة واللي ما فيهاش غلطة علشان يقبلها أو علشان يحبها. هو بيدور على القلوب الحقيقية، القلوب اللي بتعرف تروح له حتى وهي في عز ضعفها، بتروح له من غير ما تخجل منه. لأنك لازم تكون عارف إن الشروخ اللي في قلبك دي والوجع اللي انت بتحاول انك تداريه اغلب الوقت هو بالظبط اللي نور ربنا هيدخل منه علشان يملاك. اتعلم انك ما تداريش كسرتك ولا تخجل منها قصاد ربنا، لكن اتعلم انك تحط حتت روحك المكسورة دي في ايد ربنا وتسيبه هو اللي يشتغل فيها ويشكلها من جديد. لانه هو مش بس هيصلحك، هو هيحول الكسرة دي لقصة جمال وقوة، ويخلي من شروخك دي منبع لنوره لكل اللي حواليك. اطمن، لأن إيد ربنا دايما قادرة تجمع كل حتة فيك وتعمل منك تحفة جديدة.